والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين، واجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أفدرس ميد الدوايا دروس شروفا عقيدة طحاوي، شرح عقيدة طحاوية إمام أبو جعفر طحاوي. أفدرس ميد الدوا ديا أم دس بيدكن ترتوكا سيداد خوينن دس بيكا ويناجي أميش دس بيبكنج مقدمة وينا جبرقود مقدمة خدا جمرهن تشتاوي بدي ديار كرين جرينجا جو أم لسروي مسألة أم بسكنن فجبر بيكي أمين مقدمة سيدا بخوينن ومن سر تعليقي بكن هن تشتين جو فايدة جبي مقدمة هانا أم بقرن فدي بيجي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. مقدمة إمام الطحاوية دي مقدمة دا هن تعليقات هنا، هن فوائد هنا جرينجاش برقون طلب علم فقينا جرينجا قون سروانا بسكنن تاديت قالك جارة وقت يقومروف دروس بقشتيبن حتى كسن متخصص مربن عوام بيكيربن قالك جارة مروف سربان فوائدات قبيزي، لكن وقت يقومروف اللي قال طلبي علم بي اللي قال فقيه بي جرينجا قومروف لسربان تشتاب باش بسكني خفايا بسكني فايدة بقري جبو فيكي إمام طحاوي وكي وي سنتا قو مسلمان لسروينا يعني دمشن ديروكا خدا سراسري هزار زيدي 1400 سال وقتی گو بدس پرتوکی خودکن کتابی خودکن یند هر تشتی گرین دکن جی دس پیدکن لگوری وی سنتا قد قرآن پیروز دهاتیا و ده حديث پیغمبر ده عليه الصلاة والسلام دهاتيا. حديثك پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي خويا كرن انه هر تشتكي جرينج هر تشتكي بقيمات مروفي مسلمان وقت قبناوي خدي تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ينجي ببسنا خدي تعالى الحمد لله رب العالمين ينجي بذكر خدي تعالى وقشاوة هرس رواية حديث هاتنا فأو عمل مقطوعة يقولي رواية لفظ قهاتية أجذم ينجي مقطوع مقصد ببركته فلفظي أولي قوش بيخنبر عليه الصلاة والسلام هاتية بيخنبر عليه الصلاة والسلام دي بيجي كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. هر كارك هر عملك بقيمات جرينج دسبيكا وينا نبنا بخدي تعالى ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر بركة جي قطبوة. رواية أولى رواية بدوة بيخنبر عليه الصلاة والسلام دبيجي كل أمر ذي بال
لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. هر عملك هر كارك جرينج بقيمات بالحمد لله رب العالمين دس بينك، يعني بقصد شيء ببسنا خدي تعالى دس بينك فهو أقطع، يعني مقطوع بركته. الرواية هذه الدواية رواية أساسية قو بيخنبر عليه الصلاة والسلام دبيجي: كل أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع. يعني هر عملك جرينج قو دسبيكا وينا نبن ذكر خدي تعالى مروف دسبي بك أو عمل ببركته. فدروايتك دهات بسم الله الرحمن الرحيم، ودروايتك دهات الحمد لله رب العالمين، ودروايتك دهات ذكر خدي تعالى. سنة بيخنبر عليه الصلاة والسلام يا فعلي، يعني يا براكتيك. بيخنبر شتكر بيخنبر عليه الصلاة والسلام أغلب سنة ويناي براكتيك يا فعلي يا عملي دس بيذكر بالحمد لله رب العالمين بسم الله. وقو تشاوى مروب وقت قد ذكري برتوكن حديثي وميزكي قو بيخنبر عليه الصلاة والسلام دواري عملي ده دواري براكتيكي ده خد بيوينا خد بايني خد بين قود ده حمد دس بيذكر بالحمد لله رب العالمين بسم الله. وقو تشاوى خد بكي بيخنبر عليه الصلاة والسلام هيا قالكي مشهورة جيرتي قوتن خطبة الحاجة، خطبة حاجتي أو قو دس بيكا وينا جارنا أغلبي خطباء مزقفتا دس بيذكر: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه حتى داويا وينا. فأبنا سنتك فعلية عملية براكتيكية ده بيخبر عليه الصلاة والسلام بدس بذكر بالحمد لله رب العالمين بسم الله. ولكن جارنا جهية بيخبر عليه الصلاة والسلام دس بذكر بسم الله الرحمن الرحيم بالحمد لله رب العالمين. نمونا وينا وكوان مكتوب قو بيخنبر عليه الصلاة والسلام دشيان دش بادشاه دولتارا ملتارا ملوك رؤساء شوا بيخنبر عليه الصلاة والسلام وقت قو مكتوبة خواج نجاشي رشيان ديا نجاشي جي بادشاه حبشايا مكتوبة بيخنبر عليه الصلاة والسلام دس بيكر بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة. ابن مونك ينجي رسالته بيخنبر عليه الصلاة والسلام جي كسرارا بادشاه فارسارا دميقو بيخنبر عليه الصلاة والسلام نيفسان ديا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله. فمعنى وينا بيخنبر عليه الصلاة والسلام دي سنة خوي فعلي دا يا عملي دا دس بذكر بالحمد لله رب العالمين. وجارنا جدوان مكتوبة قدشيان دج ملوكا رش بادشاهرة بيخنبر عليه الصلاة والسلام دس بذكر بسم الله الرحمن الرحيم بالحمد لله. قرآن بيروز هردو سنة بهفره هاتنا كوم كرن دي يكمين سورة القرآن بيروز ده، يعني وقت يقول عمد بيجين يكمين وده درس مي علوم القرآن ده ايه ترتيب توقيفية، يعني اف سورة دو في سورتي ده اف ترتيب سورة ترتيبك توقيفية، يعني شقيبال ياخد تعالى بهات يكرن أبنا مشنو بكن دروس مي علوم القرآن ده. فيكمين سورة القرآن بيروز خد تعالى دس بكر بسم الله وبالحمد لله رب العالمين. كنجي دو سورة فاتحة ده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فإمام الطحاوي جبو خاطرين قوبان هردو سنة بهابركم بكي دس بكر برتوكا خو بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. دفردا قوتنا بسم الله الرحمن الرحيم يكمين قوتن قو مؤلف دي مقدمات تاخدني بصاندية جرينجا مروفي مسلمان معنى بسم الله الرحمن الرحيم فين بكي يعني مخابن قالك جارا تشيبوا دين دناف جباتي دبوا منا روتينكي بيقو مروف تيبقه شو معنى فان الفاظ وفان قوتني قمروف دبيجي تتميزات كي قال لك جارا اغلبها بسم الله الرحمن الرحيم بيقو فين بكي اف لفظي قوانين ميدانش دبي خو بيقو نزالي كمعنى واتشيا جبر بيكي وقو من اشارات كرد دس بيكي دا وقت يقو امناف جباتك يعام دبا بركي اف نقطة ما بحث نكربا ما سرقا باس دبا بس ولكن جبرقو ونطلبي علما ونفقينا ونخفير دكن فجرينجا جو أمل سربي مسألة بسكنن شو معنى قوتنا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم جملتك جبين قوتنا تي تشكيل كرن ب واسم والله والرحمن والرحيم أفنا بينش كلمنا جملة بسم الله الرحمن الرحيم تي تشكيل كرن دسبي كده جبو خاطري قوتي معنى بسم الله الرحمن الرحيم فين بكي وقوتن بزماني عربي هاتية تمجبوري قوتنا أول فين بكي وقوتنا أول جيتشيا حرفة بائية حرفة باء أو ياقو معنى جملة حمكيش سري وينا حتى داوية وينا دقوهري جبرقو حرفة باء لقوري علمي زماني عربي جيرتي قوتن من حروف المعاني حروف المعاني يعني أو حرفي قو درباسي كلمتك يدبي لكن معنك جير هيا دلالتك جير هيا طبعا زماني عربي ده حروف دي تقسيم يا اخوانا حرف هنا جيرتي قوتن حروف المعاني يعني حرفك درباسي لسر قوتنا كدبي او حرف بخوان معناك ويخوهايا وكذي اراغو ام بحساوي لكن بسم الله وحروف هنا جيرتي قوتن حروف المباني كمعنى جيرانين انجخ وظيفة وينا قوت بمجموعة كنت حرفة تشكيلة كلمتك تيكرن نمونش بو خاطري قونش بفين بكن ام دبيجن حسن حسن بمعنى خوشكة مناسبة جوانا وقتي قلت تقو حسن حسن سي حرفا تشكيل دبي حرفا حائي حرفا سين حرفا نون شو معنى حرفا حائي دفردا شو معنى جيرنينا شو معنى حرفا سينا شو معنى جيرنينا شو معنى حرفا نونا شو معنى جيرنينا شو معنى جوارنينا اشترت بيجيش برقو أبناء حروف المبانينا ما دام حروف المبانينا بالتناخ والحال يخد معنى جيرنينا ولكن وظيفة وأوا قول كانت حرفة دي تشكيلة كلمتك دي كيقو معنى كده دي فحرفة حائل الحال يخد معنى وينامينا حرفة سيني الحال يخد معنى جيرنينا حرفة نوني الحال يخد معنى جيرنينا لكن وقت يقو بهذا كومبون جيرا هاتا قوتن حروف المباني كلمتك شيكرن نافي وينا بو حسن معنى جدركت أبا نافي وينا حروف المباني ولكن حرف المعاني أباقو أم بحساوي ديكين أبنا حرفك بالتناخ والحال يخو معناك خوهايا وكذي حرفك وأم بحث ديكين نمونا جبو خاطري قول المسألة فين بكن شاوة أو حرفة معاني الحال يخو معنى جملة تبي دقوهري ما يزابكن ده آياتك آيات القرآن بيروس خدي تعالى بحثة دسميجي ديكي مروف شاوة رابي دسميج بقرش بو خاطري قول مش بكي جمع حمكارة جرينجا جمع حمكارة لازمة آيات القرآن بيروس مرد بيجي بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا
إذا قمتم إلى الصلاة قالي كسم بهورمند أقرون رابون الميجي أم شبكن يا خدا فاغسلوا وجوهكم وجهي خبشون وأيديكم إلى المرافق دستي خوشي بشون حتى قويزكي بشترى وامسحوا برؤوسكم معنى أميسر بسكنن بشترى وأرجلكم إلى الكعبين لينجي خوشي حتى قويزكي أن ذكرنا قوتنا قو حرفا بائت دهيا وامسحوا برؤوسكم شو معنى وامسحوا برؤوسكم جيبو خاطري قلت فين بكي وامسحوا برؤوسكم ده زماني عربي دقلت أول تشتهري فين بكي شو معنى بي حرفا بايش برقش حروف المعانية شو معنى بي حتى قو أسكاربن فين بكم وامسحوا برؤوسكم معنى وينات شيء إمام حنفي أبو حنيفة النعمان اعتبار باعتبار حرفا بائد زماني عربي ده قالك معاني جرهنا معاني وينا يعني تشتين قمروف جي فين دكي قو معنى وينا الباء للإلصاق فمعنى قلتنا وامسحوا برؤوسكم يعني دستي خودين السرسري خو فمعنى قلتنا دستي خودين السرسري خوش برقش إلصاقية معنى وينا أغلب سري خو مسح بكن شل بكن جو خاطر قو ميزي شاو معنى وإيه قهرتنها إمام أبو حنيفة اعتبار كر قو حرفا بائي وامسحوا برؤوسكم قو باء دفرد بمعنى إلصاقي إلصاق يعني بيفا بكن دستي خب سري خو بكن إلصاق بمعنى بيفا بكن وامسحوا برؤوسكم يعني دستي خب سري خو بكن فوقت يقول إنسان دستي خب سري خو بدكي معناه وينا أغلب سري وينا دي كبينا بدستي ويدا معنى وينا ترجمة وينا دي دسميجي دا تمجبوري جبو خاطري قو دسميجا تدرست بي تأغلب سري خوشلكي هذا معنك جمعنا حرفا بائي إمام مالك قونا قو حرفا بائي الفيدري توكيد ريا توكيد بمعنى سرخ وكامل مسح بكن وبالتالي لجم مذهب مالكي تنكاري وكا أبو حنيفة بكت بيجي والله أغلب سرخ زي مسح بكم أغلب سرخ وتمسح كر لقوري إمام مالك دس ميجاتا كامل نبوة جبو خاطري قو دس ميجاتا راست بكامل بي لقوري مذهب مالكي قو حرفا بائي اعتبار كل قو مؤكدية معنى وينا سارخ كامل مسح بكم إمام الشافعي قونا أفاد معنى بوردركت إنها طبعا قالك معاني وهنا إمام الشافعي قونا قو الباء دفرد للتبعيض يعني هناك فمعنى قلتنا وامسحوا برؤوسكم يعني هناك سارخ مسح بكم الباء للتبعيض فمو كيجي تشل بك يدرستا جورا هات اخويا كرن مقصد حمج بمثل النمونا قم اني زمان جبو خاطري قون فين بكن قوتنا بائي قهرتنا كدخي معني ده ام ذكرنا بسملي قوتنا بسم الله الرحمن الرحيم جبو خاطري قو ازمعنا بسم الله الرحمن الرحيم فين بكم وقو شاوانها من نموناك جورا داخو ياكرن وامسحوا برؤوسكم قو سي معنى دركتن سي مذهب مرة دركتن دفردجي بسم الله الرحمن الرحيم جبو خاطر قو ازمعنا ويفين بكم ددا سبيك دا از مجبور مهرم معنى حرفا بائي دي بسم دا فين بكم قولك اش قولي علماء دي بيجي حرفا بائي دفردا بمعنى مصاحبية معنى مصاحبة زمان ما يكون ماجيدا قو أمبيجن لقل فمعنى بسم الله الرحمن الرحيم يعني لقل نابي خدي تعالى أزي في كاري بكم أبا معنى قسمك شو علماء قلت قنا قو حرفا بائي حرفك استعانية آلي كارية وقو شاوى مروف دي بيجي كتبت بالقلم فحرف باء الفر حرف الاستعانة يعني مني بصد بقلمي
فقوتنا بائد بردا حرفة استعانية يعني از بآلي كاريا خدي تعالى دسفي كاري دكم أزراب بخم بسم الله الرحمن الرحيم أزراب بخم بسم الله الرحمن الرحيم بآلي كاريا خدي تعالى زفي كاري دكم قسمك علماء قد قونا قو حرفة بائد بردا للتبرك يعني أتبرك بسم الله الرحمن الرحيم وأزفي كاري دكم هذا معنى باسم معنى سي معنى جمر قهرتن يا أول لقلنا بخدي تعالى أسخوار دخم يا دوا بآلي كاريا خدي تعالى أسخوار دخم يا سسيا بتبركة بنابي خدي تعالى أسخوار دخم هذا معنى حرف باء ببسم الله الرحمن الرحيم بسم الله حرف يعني كلمة دوا اسم بسم وظيفة ويناتشيا قد وظيفة بيناش بو فرقي بخي بين باء بين لفظة جلالة الله طيب جبوش فرقي بخي ده جبو خاطري جو احتمالا جو هين كسهنا وقت جو اسم نبي ام بيجن بالله الرحمن الرحيم دي اسم هيا مروف فين بقي جو صندا جبرجو حرفة باء قالك جارة بمعنى صنديتي بمعنى قسمتي ام بيجن بالله مولو نكريا بالله كي ولو بكي فجبو خاطري جو توهم بإنسان رتشي نبي جو حرفة باء دفردش بو صندية جبو قسمية اسم درباس بودنا بين حرفة باء بين لفظ الجلالة جبو خاطري جو توهما قسم دور دوم ضاببي فجبر ويكي ما قلت بسم الله بسم الله الله لفظة جلالتي علماء جرد بيجن علم ده علم ده بجد بيجن كاقلو مشتقة ين مرتجل شرحكم علم بمعنى انه وقت يقو اذنب هاتا قوتن جهد معنى شتي فين كرن دفردا الله اسمه علم يدل على مسمى معروف مطلق فوقت قلت الله يكسر ميجي صرف دبي انه الله خداي مي مظنة ايجو مستحق عبادته سبحانه وتعالى هذا معناه قلتنا علم قالوا مشتق ام مرتجل معنى وينا مرتجل يعني قالوا أبناب جدابرك مستاندية أصل جيرة هيا ين أبناب أساسا هات استعمال كرين جارة أو ولو أبا نابيوي مرتجل نمونا إنسانك هيا نابي وينا حسن ما دسبك إذا منابي حسن بكار آني بردوان بكن حسن بمعنى خوشكبون فوقت يقول إنسان بيجي حسن بيجي هذا اسمه علم مرتجل جهد أولو بغض النظر يقول كورك خوشك بي فوقت يقول مشتق بي بيجي جبرقو حسني هاتية خوشك بوني هاتية فنامي خوش يستاندية نمونة كدي الصلاة لميش بأصل خد زماني عربي ده بمعنى دعائتي اصطلاحا هاتي السرفي اللي ميجا قو أمدكن قو دعاء جزء كتيدا فاشتقاقك ويهيا أما مرتجل بيقوت المسألة ميزا بكي فقولي أولش قولي علماء إنه لفظ الله لفظ جلالة مرتجلة يعني جارة أو ولفة ولو هاتني بساندن قو عالمك السرنابي خدي تعالى بيقو أمش دبر كدي بسطين معنى كدي نهاتيا قولي أولش قولي علماء آية قولي ددوا دبيجينا نابي الله مشتقة يعني هاتيا ستاندن جمادك ديش تشتكي دي قسمي ددوا علماء وقت قوتن قو نابي الله هاتيا ستاندن تشتكي دي او بخوجي لسر سيقه ولا هاتنا اختلاف كرن كا قالوا نابي الله شكودي هات يستاندن
فقسم أول دبيجي نابي الله مشتقة جي لاها يليه، لاها يليه بمعنى ارتفع، هذا بلند كرن جبلند بوني. قسم دوا دبيجي لاها يلوه بمعنى احتجب، هذا ونذاكرن. قسمي سسياج علماء دبيجي نا الله هاتية اشتقاق كرن بجمعنى أليها بمعنى ألوهيته، بمعنى أو يقوم مستحق عبادته. عرب زماني عرب هذا تقول تبيجي أليها الشيء يعني عبادة جيرة كرخ وجيرة داخس. فأذا معنى قول الله أقوال علماء هذا قول أول دبيجي مشتقة لفظ الله مرتجلة ولو هاتية نفساندن. قولي دوا دبيجي نا جدبرك دي هاتية ستاندن مشتقة جهتي دي أو جهة جوجي هاتية ستاندن قسمك دبيجي بمعنى بلندبوني هاتية يعني لاها يليه. وقسمك دبيجي نا جمعنا قد ونضابوني دهات يحتجب من لاها يلوه. وقسمك دبيجي نا بمعنى قمروف خجيرة دادخي خضوعي جتذللي عبادتي جمعنا أليها هاتية. لفظ جلالتي خصائصي ويخوة هنا دعور مسلمان هذا جي خصائصي أول يعني تايبتين وينا تشتين قوة تمييز دكي وتايبتين قوتي ده هنا إنه الله نابي خدي تعالى بتايبتش خدي تعالى ريا حقيقة ومجازا. وخدي تعالى أبنا بهانا نهشت جو كسكي دي أبنا بالخبكي ديروكي حمكي دجي كسكين أبنا بالخوكرية. تايبتوا الدوا إنه جبو خاطري قمروف ببي مسلمان يقول أغلب جمهور فقهاء علماء تمجبور التشهد دتنافي الله بكاربي فتنكاري بيجي أشهد أن لا إله إلا الرحمن مثلا. الرحمن نافك جنابي خدي، الرحيم نافك جنابي خدي، القادر نافك جنابي خدي. فتنكاري بيجي أشهد أن لا إله إلا الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الرحمن، أشهد أن لا إله إلا القادر. قنابي شما قشبر قلنا واضحة لفظ الله أو يا قمروف دريا ويدد بي مسلمان فتمجبوري بيجي أشهد أن لا إله إلا الله. طبعا مقوت أبناء رأي جمهور علماء آية تايبتي أساسية قد لميجي ده تنكاري نابا كيديج نابن خدي تعالى بكار بين إلا لفظ جلالة الله. فتنكاري بيجي الرحمن أكبر، تنكاري بيجي القادر أكبر، تنكاري بيجي الرحيم أكبر، الباقي أكبر. تمجبوري تبيجي الله أكبر. لميش ناي راست كرن، لميش ناي قبول كرن، لميش ناي درست كرن إلا باستخدام لفظ جلالة الله. قسمك علماء دبيجي تايبتيكي لفظ جلالتي جهية قو لفظ جلالتي دبيجي اسم الله الأعظم يعني أو نابي قو خدي تعالى إيقو مروف بي دعا بكي داخوازية تشتكيش خدي تعالى بكي مروف دعاي وينا قبول دبن. ولكن أبنا يعني الدليل سرنين لكن قسمك علماء بنا دبيجي جتايبتيكي دي مقانا يا چندا 4 5 جتايبتيكي دي جتايبتي لفظ جلالة الله قو تجاري آل الفلامة تعريفي تجاري جي ناي قد كرن فتدبيجي يا الله وتنابيجي يا الرحمن تجي تدبيجي يا رحمن بآل بألف لامة تعريفي أبنا يك جوان خصائصي لفظ جلالتي بقشتي لفظ جلالتي أغلب جارة هاتي استعمال كرند أذكار هذا فأم بيجن سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل.
فأغلب استخدامات أذكار جيب لفظ جلالته فقريدائية. فبسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم دناظن جناب خدي تعالى هردو جناب الرحمن والرحيم دلالت دكن لسر رحمته خدي تعالى، ولكن دي تمييز تفريق بين وادا علماء ده قولي وهنا. قولي أول قد بيجن رحمن يعني خداني الرحمة مظن يا فرا جبرقو قوتنا الرحمن بزماني عربي دا لسر وزنك هاتيا جيرتي قوتن فعلان، وقوتنا زماني عربي دا قوتنا فعلان دلالة السر داقرتني. فتدبيجي زماني عربي دا رجل غضبان يعني قالك داقرت يجعل زي رجل غضبان، غضبان يعني قالك هاتيا داقرتن عاجز بوا. فرحمن خداني الرحمة مظن. رحيم يعني خداني او رحمت جي قهان دا خلقي. رحمن خداني رحمتي مطلق، خداني الرحمة مظن. رحيم بجا او رحمت جي دقهي خلقي وينا. بمعنى اول جمعنا قوتنا الرحمن الرحيم. معنى ددواج قوتنا رحمن رحيم انه الرحمن خداني الرحمة شامل جهر كثيرة، مسلمان غير مسلمان حيوان جماد نبات. قو خدي تعالى دريا وين رحمانتي دا اواقب اصل رحمتي هاتيا او خلق عندنا تدبيرا واديني رزق ديوانا هر تشتي قب معيشة وتدبيرا وابقريدايا خدي تعالى ديوانا بغض النظر بيقو ميزان بكي كأب إنساني هنا مسلمانة مسلمانة إنسانة جنة حيوانة جمادة. فخداني الرحمة شاملة هر مخلوقات خدي تعالى. بمعنى ددوا جقوتنا الرحمن. معنى الرحيم يا ددوا انه ابناء خداني الرحمة تايبة اواغو روجا قيامتي قو خدي تعالى تايبت كل يجوان كسم بهور مندرة. جبرقو آيات قرآن بيروز بحسا بيخنبر عليه الصلاة والسلام دبي وكان بالمؤمنين رحيما. مؤمنين أو كسب هو المندل. وأبناء خلاصة معنى قولي خدي تعالى القرآن بيروز دم يقول بيجي ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة من رحمتك جلك برفرية قوتيرا هر تشتي كريا أبد الدنيا ده. فسأكتبها روجا قيامتي فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. هذا معنى قوتنا بسم الله الرحمن الرحيم. فشبو خاطري وقو إنسان وقت بيقو بي قوتني بكارتيني بسم الله الرحمن الرحيم مروفين بك بمعنى ويناتشيا. الحمد لله رب العالمين. الحمد بمعنى بسندانتي وأبناء عكسي يعني شكرية. وأبناء جي يكجوان عادة مؤلف ومصنف ترتوكايا قو برتوكي خو دس بيدكم ببسنا خدي تعالى. وأبناء يعني وكي تعبيرك وكي هش داخويانية كيريا انو افقن جيا قو امتيدنا اف باشيا قو امتيدنا اف زانبونا قو ازيج ورا بيني لسين مجورا بيت مخويا كرين. أبناء جفضل خدي تعالى السرمية. وأبناء عادتك مسلمانة يا سيداي أحمد خارجي دسبيكا يعني عقيدة إيماني ذي مسألة دا يخويا كرن دامي قوج مرا قوت لباتا محقق بتن أف جواب دهو قوتا من هاتفي بحجاب شو قوتا من سا أحمد سناك بقول صحيح لتوحيد باري باللفظ فصيح. سا أحمد يعني ثناء بك سنة جي ثناء هاتية جي حمدي هاتية جي بسنداني هاتية. فالسر خدي تعالى بسني بدا. وأبناء يعني عكسي شكرية شكر مسألة جداية جي مسألة حمدي. فرق ما بين حمد وشكري ده قو حمد بالزمانة حمد بزمانه تبسني خدي تعالى بدي
تيبسني خدي تعالى بدي بزماني خوا بعكس شكري شكرا خدي تعالى بالزمانة شكرا خدي تعالى بالدلة شكرا خدي تعالى بجوارح إنسانة بلاشي إنسان مروف وقت بخوا دي باريزش حرامية شكرا خدي تعالى بكل سروان نعمتي وينا أما وقت بو أسبسني خدي تعالى بدم بسندانا خدي تعالى ناي كرم إلا بالزمان الفرق أول فرق دوا قدنا بين حمد وشكر ديا بسندان وسباسية ديا يعني شكر بمعنى سباسيتي انه حمد بسندان مقابل نعمتك يا وبي مقابل نعمتك يا بقشتي اما شكر ناي كرين الا مقابل نعمتي بينما بسندان نعمتك خدي تعالى لسرتها بيتي بس ناوي بدي حتى نعمتك نبيتي دي بسني خدي تعالى بديش برجو خدا تعالى مستحق بسنيه ما يزبك خدي تعالى القرآن أخوي بيروز ده لصار زمان حضرة إبراهيم بيت بيجي الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق بسنا مظن خدي تعالى ريا مقابلي شيء مقابلي نعمتك او نعمه شيء جو خدي تعالى اسماعيل واسحاق دايا من ابراهيم بيشتي ازب عمر مظن بوما فابناء بسندانك نشكرا بسندانك مقابلي نعمتي مقابلي وينا بدهن آيتا هيا بسندان تيدا هيا نمقابلي نعمتي يجبر جو خدي تعالى مستحق بسنية وكي نمونا آيتا قرآن بيروز الحمد لله فاطر السماوات والأرض كان نعمة أفنا بسنك مستحقش خدي تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ وليا ولم يكن له شريك في الملك خدي تعالى بحسا خدك نعمتك جو مباشرة لسر إنسان جبو خاطري جو مروف فرقي بخدنا بين حمد ودنا بين شكري الحمد لله رب العالمين سباسية هري مظن جخودي تعالى ريا نمقابل نعمتي أما شكر نايكرن إلا قوم مقابلي نعمتي دي أغابو تشلدة قالي خورتاون من الفربسكنين يانا بردوان بكنج برقو درسة فقهية سيداي الشافعيجي يعني بشتي ربك ساعة ديها يا فأمجهشتن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله طبعا الحمد لله الله ما برينها شرح كرجو لفظ جلالتها جهاتية مشتق يا غيري مشتق الجوري أقوال علماء هاتية كرن فأمجهشتنا رب العالمين أظن بكم جرك أم لفر بسك نجبو خاطري جو أم درفتي بدنا برساو أم كاربن معاني جونها حتى نها ما شرح كرن كاجلو مناسبون يعني ينجي سؤال نهبون تعليقنا وهبون سربي مسألة أم بدنا خويا كرن فأمير في قدري بسكن إن شاء الله وأزيل وجه دار بكم بسؤالي ودا قالي خورتا فكرم كن مزيكيج واش خورتا شيرزاد عبد الباري رضوان مصطفى إلياس كرم